باتشوكا نزل على صفحته الرسميه في مواجهه الاهلي مره تانية. يا جدعان احنا لينا طالع عند الناس ديت من 2008، لازم ناخده السنه دي. باتشوكا المكسيكي يا جدعان في 2008 في كاس العالم للانديه ايام جيل ابو تريكه. الكلام ده طبعا في اجيال بتشجع الاهلي ما حضرتوش، لان الكلام ده مر عليه 16 سنه. كنا كسبانين 2-0 الشوط الاول قدام باتشوكا، الشوط الثاني عملت علينا ريمونتادا 4-2 بالاشواط الاضافيه يعني. كسبوا 4-2 بريمونتادا. فالماتش ده يا جدعان كان اثر على الجيل بتاع ابو تريكه بصراحه، لان انت كنت عامل اداء عالمي وكنت عامل ماتش حلو، ولكن كان عندك المنظومه الدفاعيه ساعتها مش احسن حاجه. فباخطاء دفاعيه كسبوا 4-2 على جيل ابو تريكه. دلوقتي يا جدعان انت عندك فرصه ان انت تجيب حقك. انت عارف ان الاهلي ما بيسيبش حقه، فاحنا لينا طار عند باتشوكا لازم ناخده. لازم ناخده. هي دي يا جدعان لعيبه النادي الاهلي. الماتش صعب، الماتش صعب قوي، وانا بتمنى ان الاهلي يكسب، وقولوا ان شاء الله ان الاهلي يكسب. ولكن الماتش يوم السبت يا جدعان ده اثبات ذات للجيل ده. الجيل ده في ايده ان هو يعمل فرصه يجيب حق جيل ابو تريكه، مع ان جيل ابو تريكه ما حدش كان بيعرف يجيب حق، هو كان بيعمل كل حاجه. ولكن الجيل ده يثبت ان هو فعلا في المكان اللي هو فيها، اللي هو مكسر الدنيا بقاله 5 سنين. مكسر الدنيا، بياخد كل البطولات الافريقيه، 5 نهائيات، كاس عالم انديه كل سنه، مكسر الدنيا. فانا اتمنى ان هو النهارده يحطم رقم قياسي. اولا هيكسب باتشوكا، تاني حاجه هيصعد للنهائي لاول مره في تاريخه، تالت حاجه هيلاعب ريال مدريد في نهائي كاس الانتر كونتيننتال، وان شاء الله حتى لو ما خدناش ذهبيه هناخد فضيه. فده ماتش اثبات الذات. فاتمنى ان لعيبه الاهلي تبقى مركزه، وانا عارف ان لعيبه الاهلي قد المسؤوليه في الماتشات دي. واتمنى ان احنا نكسب ونعمل حاجه تاريخيه ما اتعملتش في تاريخ النادي الاهلي قبل كده. فكله يقول ان شاء الله، وكله يكتب لي توقعاته في الكومنتات للماتش اللي جاي.